السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، فيديو جديد سريع دغيا دغيا غنتكلموا فيه على الأداء ديال سفيان رحيمي أمام النصر السعودي. أداء كبير، أداء جيد كيستحق من خلاله أنه يتواجد في المنتخب الوطني المغربي. بروفيل اللي غنحتاجو في المنتخب بزاف. علاش؟ لأنه كيجمع ما بين جوج ديال الحوايج مهمين. أول حاجة السرعة، ثاني حاجة الفينيش عنده أمام المرمى كبير بزاف. يعني كلاعب بحال سفيان رحيمي خصو يكون في المنتخب الوطني المغربي على الاقل في دكه الاحتياط، لانه يقدر انه ينوع لك من اسلوب اللعب ديالك، وما يبقاش انك يعني كتقدر انك تعتمد عليه كلاعب مرتدات. يعني كلاعب في المرتدات خطير جدا، كيعرف يدير ديك الترانزيسيون من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. لاعب مقاتل في الهجوم ومقاتل كذلك في الدفاع. يعني كيوازن ما بين خطوط، كيوازن ما بين الادوار الدفاعيه وما بين الهجوم، ما بين الادوار الهجوميه. وهذا البروفيل هذا بروفيل اللي كيستحق انه يكون في المنتخب الوطني المغربي، نظرا للجهد الكبير اللي كيقدمه في الملعب. سفيان رحيمي سجل هدفين كبيرين، يعني ثمينين، امام النصر السعودي بالحضور الجماهيري ديالو، وبمقابله صعبه اللي انتهت لصالح العين الاماراتي بركله الترجيح ب3-1. سفيان رحيمي يعني سجل الهدف الاول، سجل الهدف الثاني. الهدف الاول كان يعني بعد مجهود فردي قطع من خلاله نصف الملعب كامل، وسجل يعني كلياقه بدنيه عاليه. كذلك يعني ذكاء في التموقع، عنده ذكاء في التموقع، عنده ذكاء في القرار الاخير. يعني شفنا الهدف الثاني، يعني كون كان لاعب اخر يعني ما يقدرش انه يضربها في بريمير بوطو، يقدر انه يراوغ ويضربها في الدوزيام بوطو، لكن انه قرر انه يلعب على الجهه الضعيفه للحارس، وبالتالي قدر انه يسجل الهدف الثاني. وهذا ذكاء من اللاعب ديال سفيان رحيمي، اللي كنتمناو انه يكون حاضر مع والد ركراكي في المنتخب الوطني المغربي في الوديات ديال مارس. هذا كان فيديو خفيف ظريف تكلمنا فيه على سفيان رحيمي، ونشوفكم في فيديو جديد.